استني رايحة فين؟ اوعي تفوتي الفيديو ده. الوصفة دي هتغير فكرة الغدا عندك خالص، ولو جربتيها مستحيل تعمليها بأي طريقة تانية. النهاردة هنعمل صينية فراخ معاها رز أصفر ومعاها صلصة دقوس على البارد. تعالوا بينا نشوف بقى سر الطعم والريحة اللي كانت مالية الشقة. معانا هنا بصل ومعايا كمان بطاطس وليمون والفراخ بتاعتي، وعادي تعمليها حتى لو بأجنحة. ومعايا بهارات عبارة عن ملح وفلفل وكمون وكزبرة، جنزبيل وقرفة، وكمان رشة من السبع بهارات. ولو متوفر عندك بهارات الجرام مصالة حطيها، لو مش متوفر خلاص. وحطيت شوية من دبس التمر، ولو عندك عسل تمام، ما عندكيش خلاص مفيش مشكلة. وحبة كمان من المرقة. وابتديت احط كل الحاجات على بعضها وادعكها بايديا كويس. نسيت اقول لكم ان انا حطيت لها كمان شوية بابريكا. بعد ما قلبت التتبيله بتاعتي حلو قوي، عملت فتحات في الفراخ وابتديت ان انا اتبلها حلو جدا. زي ما انتوا شايفين ان انا بمسك الفراخ بدعكها في التتبيله بتاعتي، وبحاول ان انا بصوابعي كده احط في الفتحات اللي انا عاملاها. عايزه اقول لكم ان البطاطس في التتبيله دي بقى مع الفراخ والبصل بجد بيبقى طعمها مختلف، وبيبقى طعمها تحفه جدا جدا جدا. بجد لو ما جربتوش الوصفه دي هيكون فايتكم كتير. بعد كده زودت لها حوالي ربع كوباية من المية وهحطها على النار تاخد غلوة على كل وش. يعني اول ما تاخد غلوة على وش هقلب الفراخ للناحية التانية زي ما انتوا شايفين عشان تاخد غلوة على الوش التاني، وبعد كده هدخلها الفرن واسيبها تستوي براحتها. تعالوا بقى نعمل صلصة الدقوس. اول حاجة معايا ليمون، على فكرة انا استخدمت 2 مش واحدة، ومعايا طماطم وفلفل رومي لان انا ما كنتش عايزاها تبقى سبايسي قوي. وحطيت معاها هريسة شطة وثوم وكمون وملح وكزبرة، وحتة من البصل الأخضر لو مش متوفر خلاص، وكمان كزبرة خضرة. وهبتدي أحطهم في الكبة بتاعتي وهعصر عليها كمان الليمون واضربها في الخلاط أو الكبة. وهنا بقى عندي أحلى صلصة دقوس ممكن تاكلوها في حياتكم. يلا بينا بقى نعمل الرز. اول حاجة الوصفة دي بتتعمل بزيت مش بسمنة. شوية زيت وشوحت فيهم شوية توم، وهحط عليها كركم وشوية من الكاري ياخدوا كده تقلبتين ويطلع الريحة بتاعتهم، وبعد كده هنزل عليهم بالرز. انا في الوصفة دي استخدمت رز مصري، انت لو عايزة تستخدمي رز بسمتي تمام، بس حاولت على قد ما اقدر ان الوصفة تكون كل مكوناتها في البيت. هدي طبعا هنا ضفت كمان فلفل اسود وهضيف شويه من المرقه، وهبتدي بقى ان انا اشوح الرز مع الكلام ده كله. وكمان حطيت الملح بتاعه، كل كوبايتين رز عليهم معلقه صغيره من الملح. بعد هنا ما شوحتهم كويس ضفت عليهم كوبايتين ونص من الميه، وهسيبها بقى تستوي السوى العادي. بصوا بقى الفراخ كده بعد ما استوت، هنا كنت خلاص بقى طلعت الفراخ وكمان الرز بتاعنا استوى. عايزه اقول لكم الريحه بجد كانت ماليه الشقه لدرجه ان انا العيال كانوا جعانين جدا ويقولوا لي يا ماما الريحه جوعتنا. ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك للقناه، ونتقابل في فيديو جديد.